أهلا بيكم في قعدة جديدة من قعدة روقان. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس جدا، موضوع يمكن ناس كتير عايشة بيه من غير ما تبقى واخدة بالها. الشخصية الودانية اللي بتتأثر بكلام غيرها بسهولة. عارف يعني ايه تبقى وداني؟ يعني كلمة صغيرة ممكن ترفعك السما، وكلمة تانية ممكن تنزلك الأرض. يعني رأي حد ممكن يخليك واثق في نفسك، ورأي تاني يخليك تشك في كل خطوة بتاخدها، وكأنك ماشي في الدنيا ماسك مراية، كل حد بيقول كلمة انت بتشوف نفسك بيها. الشخصية الودانية ساعات تبان رقيقة حساسة، مشاعرها مرهفة، لكن الحقيقة من جواها في صراع كبير، لأنها عايشة على ميزان الناس. لو قالوا برافو تبقى مبسوط، ولو قالوا انت فاشل تنهار. في مشهد صغير، يعني واحدة راحت تشتري فستان جديد، لبسته قدام المراية وقالت أنا شكلي حلو، لكن أول ما صاحبتها قالت لها هو حلو بس يمكن مش لايق عليكي أوي، هي سابت كل إحساسها الأول ومشيت وهي مقتنعة إنها مش حلو. هنا السؤال، هو الفستان اتغير ولا إحساسها بنفسها اللي اتلخبط؟ الشخص الوداني بيعيش دايما على صوتين، صوت داخلي بيقول أنا كويس، وصوت خارجي ممكن يهد كل ده بجملة، وده اللي بيخلي حياته كلها عرضة للهزات. طيب تعالوا نفكر سوا، ليه في ناس بتتأثر بكلام الناس أكتر من غيرها؟ أول سبب ضعف الثقة بالنفس. لما تبقى مش متأكد من نفسك، أي كلمة من بره تبقى كأنها حكم نهائي. تاني سبب التربية، لما تكبر في بيت كله نقد، كل حاجة بتعملها يقولوا غلط، مش كده، بتتعود إن رأي غيرك أهم من رأيك. تالت سبب الحب الزيادة للاعتراف، اللي عايز طول الوقت يسمع برافو، لو ما لقاهاش بيتلخبط. بس هنا لازم نكون عندنا صراحة، الشخصية الودانية بتتعب نفسها وبتتعب اللي حواليها. اتخيل تبقى مع حد كل مرة تقول كلمة بسيطة تلاقيها وجعته أو فرحته بشكل مبالغ فيه. انت تبقى خايف تتكلم وهو يفضل طول الوقت عايش على مزاج الناس. طيب هل ده معناه ان الودانية وحشة؟ لا خالص، الوداني شخص حساس طيب بيهتم بمشاعر الناس، لكن لو معرفش يوازن بيتحول حسه العالي لعبء عليه. خلينا أقول حاجة، كلام الناس دايما هيبقى موجود، فيه اللي يحبك وفيه اللي يقلل منك. لو فضلت ماشي على صوتهم عمرك ما هتعرف انت مين. علشان كده الحل مش انك تبطل تسمع، الحل انك تختار ايه اللي تسمعه وايه اللي تسيبه يعدي. اسأل نفسك، الكلمة دي جاية من شخص بيحبني بصدق ولا من حد بيحكم عليا من بره؟ الكلمة دي هدفها تساعدني أتحسن ولا تجرحني وخلاص؟ أنا شايف نفسي إزاي قبل ما أسمع رأيهم؟ لو جاوبت على الأسئلة دي هتبدأ تفصل بين رأيك في نفسك ورأي الناس فيك. عارف إيه اللي بيقويك ضد الودانية الزايدة؟ إنك تتعلم ترجع لجواك الأول. قبل ما تسمع رأي الناس قول لنفسك أنا شايف نفسي إزاي. لو لقيت ثقة الكلام بره مش هيهز، ولو لقيت ضعف يبقى تشتغل على نفسك مش على الرضا. في رسام مشهور جدا، أول ما بدأ الناس قالوله رسوماتك غريبة مش هتنجح. لو كان وداني زيادة كان زمانه رمى الفرشة ومسك شغل تاني، لكن هو قرر يسمع صوته الداخلي، وبعد سنين نفس الناس بقوا يتباهوا بيه. الدرس هنا، لو اديت ودانك للناس عمرك ما هتسمع صوتك انت. يمكن تكون وداني ويمكن كلام الناس بيهزك بسرعة، بس افتكر قيمتك مش في رأي غيرك، قيمتك في اللي انت شايف نفسك فيه.
كلمة النهاردة مني ليك: اسمع الناس بس متخليش صوتهم يغطي على صوتك. كنت معاكم واستنوني في قعدة جاية من قعدة روقان، قعدة جديدة بس يمكن تغير طريقة نظرتك لنفسك.